بيبدأ الفيلم بمشهد في العصر الجليدي، والدنيا بتكون تلج جدا وقتها. وراجل الكهف بيحاول ان هو يولع نار عشان يتدفى هو وحبيبته، لانها بتكون بردانة جدا وبتترعش بسبب الجو. وفجأة بيحصل زلزال شديد جدا بيخلي الكهف ينهار وبيدفنوا هما الاتنين جوه الكهف. وهوب احداث المسلسل تطلع للحاضر، وبننتقل وقتها لمورجان ديف مورجان، وهو بيصحى على زلزال بيحصل في لوس انجلوس. وبنعرف وقتها انه شاب ممل جدا في مدرسة ثانوي، وبيكون هدفه في الدنيا انه يكون مشهور في المدرسة عشان البنت اللي بيحبها تعجب بيه، واللي بتكون اسمها روبن سويني. وبيحاول يحقق ده عن طريق ان هو بيبني حمام سباحة في حديقة بيته، وبيكون معاه صاحبه المقرب ستوني. وفي يوم وهو بيحفر عشان يعمل حمام السباحة، ديف بيلاقي طبق مدفون من العصر الحجري. ووقتها بيتحمس جدا ويفضل يحفر في نفس المكان. وبعدها بشوية بيلاقي كتلة تلجية مدفونة. الكتلة دي بيبقى جواها واحد من العصر الحجري. وبيفرح ديف وقتها جدا بالاكتشاف ده، خصوصا ان الاكتشاف ده هيخليه مشهور جدا في المدرسة وفي العالم على ما اظن. وبيتصل بصاحبه ستوني، والاتنين بيسحبوا الكتلة التلجية دي من الحفرة، وبعدها بيسيبوها في الجراج قدام الدفاية عشان التلج يسيح. تاني يوم في المدرسة ديف بيحاول يتكلم مع روبن اللي بيحبها، وبيحاول ان هو يعزمها على بيته عشان يوريها حاجة مميزة جدا. لكن للأسف روبن بترفض، وبيعرف انها رفضت عشان مرتبطة بواحد مغرور جدا اسمه مات. ومات لما بيلاقي ديف بيحاول يتقرب من حبيبته، بيشيل ديف ويبدأ يثبته على السبورة، وبيحذره من انه يقرب منها تاني. ووقتها المدرسة كلها بتضحك على ديف. نفس الوقت ده في الجراج التلج بيكون بيسيح، والمفاجأة إن الشخص الموجود جوه التلج بيطلع عايش. وأول ما بيقوم بيتفاجئ من البيئة الجديدة اللي بتكون حواليه، وبيحس وقتها إنه في مكان غريب. فبيحاول يطلع بره عشان يستكشف المكان. فبيقابل الكلب بتاع ديف ويقعد يلعب معاه شوية. وبعدها بيلاقي طيارة هليكوبتر بتعدي من فوقه. بيخاف جدا أول ما بيشوفها، وبيطلع يجري. وبيقعد يلف شوية في المنطقة وهو ماسك جاروف. وبيشوف وقتها راجل من العصر الحاضر. بيخاف جدا وقتها الراجل الحجري، وبياخد وضعية الدفاع. إلا إن الراجل برضه اللي قدامه هو كمان بيخاف وبيجري ويبعد عنه. ويكون الراجل الحجري عطشان جدا وقتها، وبيحاول إن هو يشرب من مية الصرف. إلا إنه بيتفها أول ما بيلاقي طعمها وحش. وبعدها بتعدي عربية الزبالة، والراجل الحجري أول ما بيشوفها بيفتكرها حيوان بيحاول يهجم عليه. وبيحاول هو كمان الراجل الحجري إن هو يخوفه. وأول ما بيشوف الوضع بالشكل ده بيرجع بسرعة على البيت بتاع مين؟ ديف. وبيلاقي التلفزيون شغال، ويقعد يرقص على الأغاني بتاعته اللي شغالة على التلفزيون. وبعد شوية بنلاقي ديف يرجع البيت، وبيلاقي بيته متبهدل وكل حتة عليها طين. يجروا بسرعة على الجراج عشان يدوروا على الراجل الحجري، إلا إنهم ما بيلاقوش. وفجأة إنذار الحريق بيشتغل في البيت. بيطلع ديف بسرعة على أوضة النوم بتاعه، ويلاقوا الراجل الحجري موجود في الغرفة، وبيحاول يولع نار بخشب. ووقتها ديف وصاحبه بيحاولوا إن هم يدخلوا الأوضة ويتدخلوا عشان يتعرفوا عليه. إلا إنه بيترعب منهم وبيحاول يهجم على ديف بسرعة. إلا إن ستوني وقتها بيتدخل ويولع بالولاعة اللي في إيده وبينقذ ديف. وقتها الراجل الحجري بينبهر جدا بالولاعة والولعة اللي طلعت ديت. وبعدها ديف وستوني بيحاولوا ان هم يتعرفوا على الراجل الحجري وعلى المجتمع اللي هم عايشين فيه، بيعرفوه عليه. بس في الاول خدوه يستحمى عشان ينضفوه كده ويخلوه زي الفل. وقصوا له شعره ولبسوه لبس جديد، لبس الشباب في الوقت الحاضر. وبعد تفكير كتير من ديف بيقول ان هو هيسميه لينك، لان هو معتبر ان ده الرابط اللي هيوصله للشهرة في المدرسة. في وسط كلامهم مع بعض بيسمع ديف صوت عربية والده ووالدته، وبيعرف انهم وصلوا. وبيتخض ديف جدا، وبيخلي ستوني ياخد لينك بسرعة ويطلعوا بره قدام باب البيت. وبيطلع ديف بسرعة ويجري على المطبخ. والده ووالدته أول ما بيدخلوا البيت بيتصدموا أول ما بيلاقوا المنظر والبيت مبهدل قدامهم. إلا إن ديف برر الموقف وقال لهم إن هو اللي عمل كده عشان كان بيحاول يفاجئهم ويعمل لهم أكلة حلوة. وساعتها ستوني ولينك بيرن الجرس، ويدخل هو ولينك ويمثلوا إنهم لسه واصلين. وبيدخلوا البيت، وقتها الأهل بيتصدموا لما بيلاقوا تصرفات الولد الغريب ده معاهم. إلا إن ديف برر الموقف بإنه طالب تبادل من بلد تانية ولغته غير لغتهم، وبيفهمهم إن المدرسة بتدي درجات زيادة للطلبة اللي بيستضيفوا طلبة التبادل عندهم في البيت، وإنه وقتها هيقدر يدخل الكلية اللي هو حاببها. وقتها بيضطر الأهل إن هم يوافقوا على الاستضافة. وتاني يوم ديف بياخد لينك مع المدرسة، وبيسجله هناك كمان معاهم. ولينك وهو بيلف في المدرسة بيشوف ساندي صاحبة روبن، وبيستخدم حركاته البهلوانية دي عشان يوصل لها ويحاول يكلمها ويقرب منها. إلا إن ديف بيلحقوا بسرعة وبيعيدوا عنهم. إلا إن البنات وقتها بيكونوا استغربوا جدا من أسلوب الولد الجديد ده معاهم،
وبعدها ديف بينشغل في الحصص المدرسية بتاعه، وستوني بياخد لينك معاه على حصة المادة الأسبانية، وبالصدفة بتكون ساندي هي كمان في نفس الحصة، وبتشوف لينك وبتعرض عليه إنهم يخرجوا سوا. وبعد المدرسة ستوني بياخد لينك ويطلع على السوبر ماركت المفضل ليه، وبيوريله الشوكولاتات والحاجات المختلفة اللي بتكون جوه السوبر ماركت. وبعد ما بيخلصوا هناك بيقوم واخده وطالع بيه على الملاهي، وبيركبوا اللعبة اللي هي اسمها الدودة دي، وبعدها يقوموا راجعين على البيت. وساعتها بيجي وقت العشاء وبيقعد مع العيلة، ويكون لينك لسه بيتصرف تصرفات غريبة زي ما هو، زي انه مثلا يمسك الدبانة وياكلها، وبياكل اكل الكلاب. بس خلاص بقى عيلة ديف بتكون اتعودت على اسلوبه ده. وفي نفس الليلة دي ديف وستوني بياخدوا لينك لمباراة لعبة الهوكي، وبيكون كل شباب المدرسة موجودين في المكان ده، ومن ضمنهم روبن وساندي. وديف بيتحمس جدا لما بيلاقي البنت اللي هو معجب بيها موجودة هناك، وبيحاول يتكلم معاها، بس وهو رايح بيدوس على لوح تزلج بالغلط وبيقع عليها. وبعد ما بتعدي اللحظة المحرجة دي ما بينهم بيوريها صورة ليهم من طفولتهم وهما بيستحموا سوا في بانيو واحد، إلا إن روبن بتتضايق من الصورة دي وبتاخدها وبتخبيها بسرعة. في الوقت ده لينك بيكون لسه بيتصرف بطريقة غريبة وبيرسم شكل بنت بالكاتشب على الإزاز، وساندي بتشوفه وبتروح تسأله إذا كانت البنت دي اللي بيرسمها على الإزاز هي حبيبته اللي في البلد اللي هو جاي منها، وبتحاول تتقرب منه. في نفس اللحظة الشاب اللي اسمه مات بيلاحظ إن ديف بيحاول يتقرب من حبيبته، وبيروح بسرعة يضربه وبياخده على أرض التزلج عشان يضحك عليه الشباب الموجودة. ولما لينك بيلاحظ ده بيروح يواجه الولد المتنمر، بس مات بيضربه بالبوكس. وقتها لينك ما بياخدش أي رد فعل وبيخرج بره صالة الهوكي، وديف بيستغرب من رد فعل لينك، إلا إن ستوني بيقول لديف إن لينك هو عبارة عن رجل كهف حروبه كانت دايما للدفاع عن أكله أو عن حياته، مش عشان الشهرة. إلا إن ديف بيقرر يعلم لينك طرق الدفاع عن نفسه، وخده البيت بسرعة وقعد يفرجه على ماتشات مصارعة كتير والفنون القتالية. ولينك بيقرر يتعلم بسرعة المهارات، وبيقدر فعلا إن هو يتعلمها، بس ستوني بيكون رافض اللي بيحصل ده. وفي يوم مدرسة ديف بتاخد المدرسة كلها الرحلة لمتحف تاريخي، ولينك لما بيشوف الهياكل العظمية اللي موجودة في المتحف بيحس إن هو يعرفها، ووقتها بيستوعب إن القبيلة بتاعته كلها ماتت، وبيزعل جدا وبيبدأ إن هو يصرخ في المكان. بس قبل ما يعمل شوشرة ستوني وديف بيروحوا يهدوه، وبيعرفوه إنهم هيفضلوا جنبه دايما، وإنهم بيعتبروه جزء من عيلتهم. وهما بيتكلموا مع بعض مات بيقف يراقبهم من بعيد، وبيبدأ إن هو يشك فيهم. وتاني يوم في المدرسة لينك وروبن بيطلب منهم إنهم يركبوا العربية سوا في حصة السواقة، ووقتها بيشوفها ديف وستوني وبيحاولوا يلحقوهم بسرعة عشان يوقفوهم، وبيقدروا إنهم يركبوا معاهم العربية بالعافية. بس لينك بيكون بيسوق بسرعة جنونية، وبيعمل بالعربية حركات بهلوانية كده زي اللي شافها في الأفلام بالظبط، والناس بتجري من قدامهم. وبيقدر إن هو يخرج بالعربية من المدرسة وبيوصل قدام نادي ليلي، وبيركن عنده وبيقول لأصحابه إن هو عاوز يستمتع، وبيدخلوا معاه فعلا ويلاقوه بيرقص بحركات غريبة. وروبن بتنبهر برقصه وتطلب من ديف يرقص معاها، إلا إن ديف بيرفض عشان مش بيعرف يرقص، فروبن بتروح ترقص هي مع لينك اللي بيلفت انتباه الناس جوه النادي. في الوقت ده ديف بيكون اتصاحب على شلة صحاب من أسبانيا، واللي بيخلوهم يشربوا كحول ويسكروا على الآخر. وفي الوقت ده برضه مات وصحابه بيكونوا في المدرسة وبيحاولوا يدخلوا أوضة السجلات عشان يدوروا على أي حاجة تخص لينك، وبيلاقوا فعلا السجل بتاع لينك وموجود فيه البيانات بتاعه، وبيعرفوا منه إن هو عنده تاريخ مرضي حيواني. وبيكونوا مش فاهمين التشخيص ده، بس بيأكد مات لأصحابه إنه هو هيقدر يعرف إيه معنى الكلام ده. وفي نفس اللحظة دي البوليس بيدخل النادي الليلي وكل الموجودين بيهربوا، وديف بيعرف إن البوليس جاي يقبض عليهم، وبيطلب من ستوني يوصل روبن البيت على ما يقدر يقنع لينك إن هو ينزل من على الحبل عشان يمشوا، بس ما بيلحقش وبيتقبض عليهم. وروبن بتكون وصلت بيتها وبتلاقي مات قاعد على السلم مستنيها، وبيحاول يصالحها، ونفهم إنها زعلانة منه من ساعة ما ضرب لينك في صالة الهوكي. إلا إن مات بيحاول يصالحها وبيطلب منها إنها تروح معاه حفلة التخرج عشان ما يبقاش شكله وحش قدام أصحابه. إلا إن روبن بتتضايق جدا منه أكتر، لأن كل اللي بيهمه هو شكله قدام الناس بس، وبتعرفه إنها ارتبطت بواحد تاني مش بيهتم بكلام الناس وبيكون على طبيعته. وبتقفل في وشه الباب، وبنرجع تاني لديف اللي موجود في اسم الشرطة، وبيكون له الحق في مكالمة واحدة بس، وبيتصل بالمكالمة دي بروبن، بس مش عشان تروح تخرجه من الاسم، لكنه اتصل عشان يطلب منها انها تروح معاه برضه حفلة التخرج. الا انها رفضت وعرفته انها عاوزة تروح الحفلة مع لينك لانه شخص على طبيعته بريء، وده بيضايق ديف جدا. وروبن بتحس ان هو زعل، فبتقول له خلاص نروح كلنا الحفلة مجموعة مع بعض. وديف بيتضايق ويقفل ويبدأ يغير من لينك جدا.
وبعد ما بيخرج ديف ولينك من السجن ويروحوا البيت، تاني يوم ديف بياخد لينك بالعربية، ولحسن الحظ ستوني بيشوفهم وبيمشي وراهم، وبيلاقي ديف نزل لينك في العربية في وسط الغابة، وبيقول له يروح يكمل حياته في الغابة. بس قبل ما لينك يمشي ستوني بيوصل ويروح لديف يعاتبه على اللي هو بيعمله، وبيتضربوا سوا. ولينك بيشوفهم وبيرجع ان هو يسلك بينهم ويقول لهم ما ينفعش تضربوا بعض، احنا عيلة واحدة. والكلمة دي بتأثر في ديف جدا وبتفوقه، وبيعتذر للينك وستوني على تصرفه. وبعد ما بيسامحوه ديف بيساعد لينك يجهز عشان يروح الحفلة مع روبن، وبيقرر هو ما يروحش. وبعد شوية روبن بتوصل وتحاول تقنع ديف ان هو يروح معاهم، بس ديف بيرفض ويقول لها انه متعاقب. وبعد ما بيمشوا ستوني وديف بيقعدوا مع بعض ويسهروا عند حوض السباحة. في اللحظة دي يا سيدي عمك مات بيروح على بيت ديف عشان يدخل أوضة لينك ويحاول يلاقي أي حاجة تفضحه، وفعلا بيلاقي صور للينك كان ديف مصورها له لما كان جوه كتلة التلج. وفي الوقت ده ديف وستوني بيحسوا بحركة في البيت، فبيقوموا يجروا بسرعة ناحية الأوضة، بس مات بيكون ركب عربيته وبيمشي بسرعة وبيغيظهم بالصور اللي لقاها، وقال لهم إنه هيروح يفضح لينك في حفلة التخرج. وديف وستوني ياخدوا عربيتهم ويروحوا وراه عشان يلحقوا لينك في الحفلة. وفي الوقت ده في الحفلة بيكون لينك وروبن هيفوزوا بملك وملكة الحفلة، إلا إن مات بيطلع على المسرح وياخد المايك ويقول للموجودين إن لينك أصله راجل كهف، بس خطته طبعا بتفشل، والمعلومة دي بتخلي لينك يتشهر أكتر والناس تحبه أكتر. ويكون ديف وصل الحفلة وبيحاول ياخد الصور من مات، بس مات بيضربه علقة جامدة، وساعتها لينك بيزهق جدا من مات وبيغضب منه، ويبدأ إن هو يضربه ويطلع عليه كل اللي اتعلمه في حلقات المصارعة اللي كان بيتفرج عليها. وبعد كده ديف وروبن بيتصالحوا ويفضلوا يرقصوا في الحفلة، وبعدها ديف بياخدهم كلهم يكملوا الحفلة ببيته ويقعدوا عند حوض السباحة، وديف بيحقق أمنيته وبيرتبط بروبن. وفي الوقت ده ستوني ولينك بيلاقوا آثار إيدين مالية البيت، ويفضلوا يمشوا ورا الآثار دي لحد ما يوصلوا الحمام، وهناك بيلاقوا بنت اللي هي بنت كهف وجميلة جدا وقاعدة في البانيو، وتكون دي البنت اللي كانت مع لينك في كهف في بداية الفيلم خالص. وفي نهاية الفيلم بنشوف لينك وستوني وهم بيلبسوها ويحولوها لبنت عصرية جدا. وهنا بيخلص فيلمنا، ويا رب تكونوا استمتعتم بيه، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا زر الجرس.